أهلا بكم في الجزء الثالث من الحكاية، لنرى كيف أن الوجوه بدأت تتكشف شيئا فشيئا، والحقيقة بدأت تكشف عن وجهها. لا تنصرفوا، فالقادم في المشهد الثالث سيجعل القلوب ترتجف. غادر إياد عالم المطبخ المشحون، واتجه برزانة الحكماء نحو غرفة المعيشة الفسيحة، حيث يتجسد الثراء في كل نقش وتفصيلة. لكن هذا البذخ كان في نظره غطاء هشا لحقائق موجوعة هناك. وقعت عيناه على لوحة الزهرة الحزينة التي تتوسط الجدار الغربي، وكأنها بوابة لعالم سفلي من الدسائس والظنون. اللوحة التي رسمت بألوان قاتمة تصور زهرة تنحني أمام ريح لا ترى، تماما كما انحنت أخلاق ساكني هذا القصر أمام أهواء النفس الجامحة. في تلك اللحظة دخلت ثريا بخطوات تشبه مشي القطط الماكرة، ترتدي رداء ناصع البياض يخدع الناظرين بمظهر الطهارة، لكن ارتجاف جفنها الأيسر كان يفضح ما يضمره صدرها من اضطراب مكنون. وقفت أمام المحقق ورائحة عطرها النادر تسبق كلماتها، نفس الرائحة التي استوطنت محضر الجريمة وعبقت بها أوراق الخزينة المنهوبة بمكر. هل وجدت ما يريح بالك يا حضرة المحقق؟ سألت ثريا إياد. سألته بنبرة تحاول التبات، لكن بحة خفية في صوتها كانت كمزمار مشروخ يعزف لحن الخوف. لم يجبها إياد فورا، بل دنا من اللوحة المعلقة وأخرج من جيبه الخرزة الزرقاء التي عثر عليها، ثم نظر إلى سوار نازك يلتف حول معصمها الناعم. كانت هناك ثغرة واضحة في ذلك السوار، فراغ يصرخ بالدليل الدامغ الذي لا محال لإنكاره أو التنصل منه بخداع. اتسعت حدقة ثريا وشحب لونها حتى صار كلون الرماد البارد، وأدركت أن القدر قد نصب لها فخا لم تتحسب له في حساباتها الدقيقة. الخرزة التي تحمي من الحسد يا سيدتي صارت هي العين التي ترصد خطاياك المستترة خلف جدران الصمت، قال إياد بمنطق قاطع كسيف العدالة. مد إياد يده نحو زاوية اللوحة، وبحركة بارعة قام بإزاحتها عن مكانها ليكشف خلفها عن تجويف سري صغير محفور في الصخرة بعناية فائقة. هناك كانت تقبع مجموعة من الرسائل المطوية برقة، ومفتاح نحاسي يلمع تحت ضوء الثريا المتدلية من السقف. التقط الرسائل وبدأ يقرأ عناوينها ببطء مستفز، فتساقطت دموع ثريا ليس ندما بل انكسارا لكبريائها الذي تهاوى كقصر من الرمال أمام أمواج الحقيقة العاتية. الخزينة لم تكن هدفك الوحيد يا ثريا، لقد كنت تبحثين عن صك ملكية الماضي الذي يهدد حاضرك المزيف. همس إياد بينما كان يشعر بحرارة المكر التي تنبعث من تلك الوريقات الصفراء القديمة. في هذه اللحظة الحرجة اقتحم جاسر الغرفة بحجة الاطمئنان على السيدة، لكن نظراته اتجهت فورا نحو المفتاح النحاسي الذي بات في قبضة المحقق. كانت الساعة الذهبية في معصمه تعكس ضوء الشمس المتسلل، وكأنها جرم مشهود يعلن عن الشراكة الآثمة بين السائق والسيدة. ابتسم إياد ابتسامة مريرة، وأدرك أن القصة لم تعد لغزا،
بل صارت مأساة اجتماعية بطلها الطمع وضحيتها الثقة العمياء. نظر إلى الزهرة الحزينة في اللوحة وتخيلها تبكي على أطلال الوفاء الذي اغتاله الغدر في هذا المنزل المشؤوم. الرسائل لم تكن مجرد كلمات، بل كانت عقود بيع ضمير وقعها الخائنون بمداد الأنانية والمكر. التفت إياد نحو رأفت الذي دخل الغرفة بخطوات متعثرة وقد أدرك نصف الحقيقة من ملامح زوجته المنهارة. يا سيدي، ليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل من يبتسم صديقا، قال إياد وهو يضع الرسائل في حقيبته الرسمية. الخزينة الصامتة نطقت أخيرا، لكن صوتها كان عنيفا جدا حتى أنه زلزل أركان القصر. المواجهة الآن انتقلت من ساحة البحث إلى ساحة الحساب، حيث لا مجال للأعذار الواهية. فالليل الذي ظن المجرمون أنه ستر لهم صار شاهدا على فضيحتهم الكبرى تحت ستار الفجر النقي. وهكذا تمزق آخر قناع للزيف، لتظهر الوجوه على حقيقتها البشعة التي لا تجملها المساحيق ولا تخفيها القصور. فرسائل ماضي ملعون، وشراكة آثمة بين الظل والنور، ومفتاح نحاسي يفتح أبواب الجحيم. هل ستعترف ثريا بجريمتها، أم ستلقي باللوم على السائق المغدور بطمعه؟ وما الذي سيجده إياد داخل السرداب الخفي للحديقة في هذه اللحظة؟ لا تذهبوا بعيدا، فالمفاجآت في المشهد الرابع ستذهل الجميع. لم يكتفي إياد بما جناه من ثمار الخداع داخل الغرف المغلقة، بل شعر بأن خيوط المؤامرة تمتد كأفاع مسمومة نحو عالم الخارج، حيث تتوارى الجرائم خلف خضرة الأشجار الذائفة. خرج إلى الحديقة الخلفية، حيث كان الندى يلمع على أوراق الشجر كدموع النادمين، بينما كان جاسر السائق يتبعه بخطوات مضطربة، وكأن الأرض تحت قدميه صارت جمرا يلدغ كبرياءه المزعوم. اتجه إياد نحو باب المخزن الخلفي المنسي، ذلك البناء الحجري القديم الذي يتسلق جدرانه اللبلاب كأنه يحاول خنق أسراره الدفينة. أخرج إياد المفتاح النحاسي الذي صادره من غرفة المعيشة، ووضعه في القفل الصدئ، فأصدر المعدن صريرا حادا كصرخة استغاثة مكتومة انطلقت من حنجرة الماضي المنكوب. عندما انفتح الباب، انبعثت رائحة الرطوبة الممزوجة بعطر ثريا النفاذ لتؤكد للمحقق أن المكان لم يكن مهجورا كما يدعي السكان، بل كان مسرحا للقاءات آثمة ومشبوهة وقعت مواثيقها في دياجير الظلام. دلف إياد إلى الداخل، فرأى صناديق خشبية متراكمة، لكن عينه المجهرية لمحت طرف الحقيبة الجلدية السوداء تبرز من خلف ركن مظلم. سحب الحقيبة برفق، فإذا بها تحوي كنوز الخزينة المفقودة، العقود الماسية والسبائك الذهبية، ولكن الأهم من ذلك كله كان ملفا جلديا يحمل ختم شريك رأفت القديم الذي مات في ظروف غامضة منذ سنوات. لقد كانت السرقة ستارا لشيء أعظم يا جاسر. هل كنت تظن أن نصيبك من الذهب سيشتري صمت ضميرك للأبد؟
قال إياد وهو يلتفت نحو السائق الذي انهارت حصونه، فجثى على ركبتيه يتوسل الرحمة بعيون ملأها الرعب والخزي. جاسر الذي كان يعتقد أنه العقل المدبر لم يكن في حقيقة الأمر سوى مخلب قط استخدمته ثريا لتصل إلى هذا الملف الذي يثبت أن رأفت نفسه قد بنى ثروته على أنقاض غدر قديم بشريك عمره. في هذه اللحظة ظهرت ثريا عند مدخل المخزن، وقد تخلت عن قناع الرقة لترتدي وجه الوحش المحصور. كانت تمسك بيدها مسدسا صغيرا مموها، وعيناها تنضحان بكره دفين لم تعد قادرة على مواراته خلف المساحيق. لا تقترب يا حضرة المحقق، هذا الملف هو ثمن حريتي ومستقبلي، ولن أسمح لعجوز مثل رأفت أو لقانون مثل قانونكم أن يسلبني إياه. صرخت ثريا بنبرة حادة مزقت وقار المكان. هنا أدرك إياد أنه أمام مؤامرة مزدوجة، زوجة تخون زوجها لتبتزه بماضيه المظلم، وسائق طماع ظن أنه وجد طريق الثراء السريع. كان المخزن يضيق بصراع الأهواء، والهواء بات مشحونا بكهرباء منذرة بانفجار لا محالة. لم يهتز إياد، بل نظر إلى ثريا بإشفاق وقال: الجريمة كالسرداب يا سيدتي، كلما تعمقت فيها فقدت طريق العودة إلى النور، وأنت الآن في أعمق نقطة فيه. في لحظة خاطفة سمع صوت أقدام تقترب بسرعة، وإذا برأفت يقف مذهولا عند الباب ينظر إلى زوجته التي صوبت سلاحها نحو الملف ونحو المحقق. كانت الحقيقة العارية أصعب من أن يحتملها قلبه المتعب، فالخيانة لم تكن في سرقة المال، بل في نبش القبور التي ظن أنها انتمرت واندثرت للأبد. انفجرت ثريا بضحكة هستيرية مرة وهي تقول لرأفت: أنت علمتني أن الغدر هو لغة الأقوياء، وأنا الآن أطبق دروسك بإتقان. كان السرداب يشهد على انهيار مملكة بنيت على رمال متحركة من الأكاذيب، وإياد يقف في المنتصف كميزان عدالة لا يميل، ينتظر اللحظة المناسبة لينزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة قبل أن تحرق الجميع بنار الانتقام. المخزن الضيق بات يضيق أكثر، والظلال ترقصت على الجدران في مشهد جنائزي مهيب. كان الملف الجلدي هو القربان الذي ينتظر الذبح، وإياد يعلم أن الرصاصة القادمة قد لا تقتل جسدا، لكنها ستقتل ما تبقى من روح هذا البيت الملعون. رفع إياد يده بهدوء وطلب من ثريا أن تفكر في العواقب، لكن بريق الجنون في عينيها كان يقول إن الرحلة وصلت إلى نقطة اللا عودة. وهكذا تشابكت المصائر داخل السرداب ليصبح الماضي والحاضر كتلة واحدة من اللهب الذي ينتظر شرارة صغيرة لينفجر فوق رؤوس الظالمين. سلاح مشهور في وجه العدالة، وماض ملطخ بالدماء يعود لينتقم، وزوج يرى مملكته تتهاوى أمام عينيه. هل ستضغط ثريا على الزناد لتخفي سر الملف للأبد؟ أم أن للمحقق إياد خطة لم تخطر على بال الشيطان؟ وما هو السر الصادم الذي يخبئه مروان الطاهي في غرفته الخاصة؟ لا تنصرفوا إلى المشهد الخامس.